مش معنى ان حلمك ما تحققش او اتحطم او حصل اي حاجة ان دي نهاية الدنيا، بس برضه مش معناها ان انت تقبل باي حاجة. انا محمد محمود، ودي حلقة جديدة من المحكواتي. تعال احكي لكم. انا خالد، حاليا عندي 30 سنة، بس القصة اللي احكيها لكم حصلت لي وانا عندي 16 سنة. من وانا صغير وانا بحب السباحة، وكنت سباح كويس جدا، وكنت الاول على النادي دايما، وكنت باخد بطولات كتير وميداليات كتير. كنت دايما شايف الامل في عين والدي ان انا ابقى لعيب اولمبي وابقى امثل مصر في الاولمبياد. وبصراحة ده كان الحلم بتاعنا كمان، وكنت ماشي صح جدا، وكنت خلاص قربت ان انا ابقى لعيب اولمبي. ولكن في يوم جيت خارج من النادي وفي عربية خبطتني. الدكاترة كلهم أجمعوا إن أنا المفروض ملعبش سباحة تاني، لأن خلاص دراعي كله كان اتكسر من أول كتفي لحد آخر صباع. مش عارف يعني كنت أعمل إيه ساعتها، بس الدنيا كانت مسودة في وشي، ومكنتش عارف أعمل إيه. أملي الوحيد وحلمي كل حاجة طارت من إيدي. عشت أسوأ أيام حياتي. يعني كنت مش طايق نفسي، مش طايق أي حاجة بتحصل. القاهرة كنت بكرهها، حاسس إن الشوارع بتاعتها هي كمان بتكرهني، حاسس إن الدنيا ضيقة أوي عليا. بس يعني عشت لحد ما الدنيا مشيت معايا شوية، واتخرجت من كلية التربية الرياضية، وقلت خلاص هروح أي بلد ساحلية اشتغل فيها مدرب سباحة. وهو مني بعدت عن القاهرة ومني اشتغلت. طبعا شغلانتي كمدرب سباحة هي ليس إلا أمل إن أنا أحاول أحقق جزء من حلمي، إن أنا أمثل مصر، بس كمدرب مش كلاعب. بس قلت الحمد لله يعني ممكن تمشي معاه شوية. سافرت ووصلت البلد وقعدت أدور على شغل فترة كويسة يعني، بس الحمد لله لقيت شغل ولقيت مسكن، والدنيا كانت ماشية معايا حلو. بس الشغلانة نفسها كانت هي اللي مش كويسة أوي بالنسبة لي، لأن كنت مساعد مدرب وما كانش حلمي يعني. بس قلت عادي، أي بداية وخلاص، وهنبدأ ونشوف. طبعا المرتب مش كويس يعني، مساعد مدرب، المدرب نفسه أصلا ما كانش بيبقى كويس يعني، كنا شغالين في مركز شباب على قده يعني. لقيت واحد من الإدارة بيقول لي إن أنا ممكن أشتغل منقذ في البسين، وبرضه أحسن الدخل بتاعي. فلقيتها فكرة كويسة، خدت الرخصة طبعا بعد معاناة، لأن كتفي عندي الإصابة موجودة زي ما هي، والاختبارات كانت صعبة يعني، بس مشيت الحمد لله. والفترة اللي اشتغلتها الدنيا كانت كويسة جدا، ما بيحصلش أي مشاكل، إلا مشكلة يعني بسيطة جدا حصلت، هو إن المركز كله قفل. وده هو اللي تسبب في إن أنا أبدأ من الصفر تاني، أقعد أدور على شغل تاني، وأدور على حتة أسكن فيها تاني، والموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي. بس اللي كان مهون عليا الدنيا إن أنا عندي خبرة الإنقاذ وعندي الرخصة، ممكن كنت ادور على شغلانتين، يا اما منقذ يا اما مدرب. والحمد لله لقيت شغل بسرعه في شط من الشواطئ، ويعني مرتب كويس جدا بصراحه. واللي بسطني اكتر ان هم كانوا مديني زي كشك كده ابات فيه، وقلت خلاص يعني مش هدفع ايجار، والمرتب كله ليا، فحاجه كويسه يعني. رحت اول يوم هناك اتعرف على الناس واتعرف على المدير، واعرف برضه طبيعه الشغل بتاعي، لان انا اول مره اشتغل في شط. لقيت الدنيا حلوة جدا، والمكان نظيف بصراحة، والكشك مدغدغ طبعا يعني هستنى ايه، والسرير بايظ والدنيا متبهدلة خالص، بس قلت عادي مش مشكلة، هو ببلاش يعني، انا هقعد اتأمر. المهم عرفت من المدير ان انا هبقى شغلي بالليل مش الصبح خالص، وكل شغلي ان انا احاول امنع من ان اي حد ينزل البحر بالليل، وبس الناس تقعد على الشط عادي. فقلت عادي مش مشكلة، حلوة يعني، هدوء والدنيا بسيطة كده أحسن كتير من إن حد يغرق مني. فاستسهلت الموضوع بصراحة يعني. وجي ميعاد أول شيفت. بصراحة أنا راجل بيحب المزاج، فقعدت شغلت أم كلثوم وعملت كوباية الشاي، وقلت بقى إيه، أفصل عن العالم كله، فرصة وفرصة حلوة أنسى كل اللي فاتني واستمتع. قاعد بسمع أم كلثوم، بتفرج على البحر والهوا، والدنيا لذيذة جدا. ببص على يميني كده لقيت في واحد مقرب من البحر. استغربت يعني، لان ما كانش فيه اي حد اصلا على الشط. صفرت له وقلت له ما ينفعش، ولا كاني قلت اي حاجه. يا كابتن، مفيش. ماشي ناحيه البحر برضه، نزلت جري رحت عليه، لقيته نزل البحر. مشيت وراه خطوتين. يا كابتن ما ينفعش، ارجع بعد اذنك يا باشا، يا اي حاجه، مفيش ولا كانه سمعني. لحد ما نزل الميه واختفى من قدامي. نزلت وراه طبعا عشان لو غرق انا اللي هتحبس، انا اللي ممكن اتبهدل فيها. نزلت وراه ادور يمين ادور شمال، مش موجود، مالوش اي اثر. بس ده في الاول في الاخر بحر، فيعني
ملوش اثر فعلا. المفروض نزلت تحت المية ابص يمين شمال، الدنيا ضلمة كحل، معرفتش اشوف اي حاجة. طلعت تاني، جيت اطلع من المية لقيت حد مسكني. حد مسكني من رجلي ونزلني تحت في المية، وفجأة حسيت ان الدنيا بتضيع من ايدي. احاول اطلع يمين شمال مش قادر. قوة غير طبيعية، حاجة مسكاني مثبتاني في مكاني، وفجأة سابني. طلعت جري من المية، طلعت على الأوضة. قعدت أحاول أفتكر إيه اللي حصل، يعني أفهم في إيه اللي حصل لي. مش لاقي أي تفسير منطقي. زهقت من كتر التفكير الصراحة. قلت خلاص، يعني ممكن يكون حاجة فعلا مسكتني من رجلي، يعني ممكن يكون كيس أو أي حاجة وأنا اللي خفت. بيني وبينكم يعني البحر بالليل مرعب، وأنا برضو كتفي وجعني وبتاع، ما قدرتش أعوم، فعادي لو قعدت أفكر هتجنن. فشغلت أم كلثوم تاني، عملت كوباية شاي تانية وقعدت. قلت ايه، اتبسط وانا قاعد ومبسوط. تاني حصل صوت غريب جدا، واحدة بتصرخ بشكل هستيري. طلعت جاري طبعا ابص يمكن في حد بيعمل حاجة في واحدة ولا حاجة، لان المنطقة مقطوعة يعني. بس ما لقيتش حد. رجعت تاني الأوضة، ما خلاص ما لقيتش حد، هعمل ايه، هفضل واقف بره. شغلت المزيكا تاني وعملت كوباية شاي تانية، لا تالتة بقى. بس الصوت رجع تاني، بس كان عياط مش صريخ. وده اللي خوفني اكتر، وكان قريب قوي. فخرجت من الأوضة بسرعة وأبص يمين شمال، برضه مفيش حد. قلت خلاص أنا ماليش دعوة. دخلت نمت، وعدت أول ليلة. طبعا رايح الليلة التانية ومرعوب بقى، قلت خايف يحصل فيا الحوارات دي تاني، يعني يبقى شغلانة سودة. بس لا، مفيش أي حاجة حصلت. تالتة مفيش أي حاجة حصلت لحد ما عدى أسبوع. الدنيا سليمة، مفيش أي مشكلة، والشغلانة حلوة ولطيفة جدا. قلت خلاص، يمكن اللي حصل فعلا ممكن يكون من اول يوم كده، ان انا كنت رجلي مثلا مسكت في حاجه وانا اللي خفت وبتاع. او زي ما بيقولوا اساطير، يعني البحر مليان عفاريت بالليل والكلام ده، ما ينفعش كنت انزل برضه. ما اعرفش. بس انا ما فضلتش اشغل دماغي، يعني قلت خلاص مش مشكله، طالما الاسبوع كله عدى بخير يبقى خلاص. بس جه اليوم التامن وشفت فيه بلاوي. جت الليله التامنه بقى، قاعد نفس الكلام على الساعه 2 3، بسمع برضه مزيكا ومروق على حالي بصراحه. ابص على يميني، الاقي حد بيحاول ينزل المية تاني. صفرت، مفيش. زعقت، مفيش. جريت عليه، بس افتكرت ان انا اخد الكشاف المرة دي عشان خاطر لو نزل المية اشوف هو راح فين. انا اصلا كل تفكيري انه يبقى هو مهرب مثلا بيعمل حاجة غلط، معرفش. خدت الكشاف ورحت جري طبعا. اول ما قربت منه كان نزل المية واختفى من قدامي. اول ما اختفى من قدامي شغلت الكشاف، شفت منظر بحلم بيه لحد دلوقتي. شفت ناس كتير قوي واقفين في البحر، وكلهم باصين لي ومبتسمين، وشهم شاحب، شكلهم مرعب، كأنهم ميتين، وباصين لي بفرحة غير طبيعية، كأنهم مستنيني من زمان. أنا اترعبت، سبت الكشاف وجريت. رحت على الأوضة بحاول أفتحها، مفيش فايدة. أفتح الباب مش عارف، أفتح الشباك برضه مش عارف. فضلت قاعد على السلم لحد ما الساعة جت حوالي 4، وسمعت صوت الصريخ. صوت الصريخ المرة دي كان بعيد شوية، بس يعني مع الوقت قرب مني، وكنت مرعوب بصراحة. وفجأة حسيت بنقط مية بتنزل على كتفي. ببص جنبي، لقيت واحدة بتصرخ في وشي. جريت ووقعت من على السلم، وحسيت ان انا دايخ، مش قادر اقوم خالص. ولقيتها مسكتني من رجلي وجريت بيا ناحية البحر. احاول اهرب منها يمين شمال مش قادر. مسكت حتى في صخرة، كتفي كان هيتخلع، برضه ما قدرتش اقاوم. لحد ما نزلتني البحر وغرقتني تحت. اول ما نزلت المية فتحت عيني، ببص جنبي لقيت وشوش ناس كتير قوي قريبين مني، ومبتسمين برضه وفرحانين، وشهم شاحب، شكلهم مرعب. حاولت اخرج منهم، حاولت اعافر، حاولت اضربهم، مفيش اي حاجة بتحصل لهم، مفيش اي حاجة اصلا بتتأثر. حاسس ان انا متكتف من كل حتة، حاسس ان دي مش مية، حاسس انها اسمنت. حاولت اطلع من المايه مش عارف. قلت خلاص انا كده مت، وسلمت امري وخلاص. مهما قاومت مش هعرف اطلع. وفجأة لقيتها سابتني
واول ما طلعت من الميه سمعت صوت اذان الفجر. جريت جري على الاوضه، خدت كل حاجتي وهدومي ورجعت على القاهره. ما قعدتش ثانيه في البلد دي. المدير تاني يوم طبعا قعد يتصل بيا ولا عبرته ولا رديت عليه، لان هو طبعا كان عارف اللي بيحصل ولا رضي يقول لي اي حاجه. رجعت قعدت ابوس على ايد ابويا وابوس شوارع القاهره طبعا. بس اهو الدنيا مشيت يعني الحمد لله، وبقيت مدرب كبير في نادي كويس هنا في القاهره. وطلعت الفكره في ان انا مش امشي واسيب المكان اللي انا خسرت فيه حاجتي، لا. الفكره في ان انا اقعد واقاوح واحاول تاني. طبعا بقى يعني لو عندكم قصه جديده كده، او حد بيكتب قصص او عنده قصه فعلا حصلت له يعني، وده حاجه انا افضلها يعني، يبعتها لي ونحاول نكتبها مع بعض ونشوف الدنيا يعني.